بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم. هنبدأ في المرحلة الجديدة وإن احنا نخش بقى على المنصة بتاعتنا لأول مرة، سواء انت قفلت البراوزر فتحته تاني تكتب نفس ال URL بتاعك اللي هو localhost 1337/admin. هيبدأ يريدايركت على طول على اللوجن. هتحط له الايميل والباسورد اللي انت كنت مسجل بيهم أول مرة، تمام. وتقدر ان انت تقول له طبعا remember me عشان يبدأ ان هو يتذكره. بتعمل لوجن، ممكن تعمل سيف هنا عادي عشان تحفظ الاكونت بتاعك، ودي الداشبورد الاساسية اللي هتتملى بشكل باي ديفولت لما تبدأ ان انت تنسرت الداتا على طول. بس خليني اعرفك الاول على شوية الادوات اللي موجودة عندنا في سترابي. اهم حاجة لازم تعرفها حاجة اسمها الكونتنت تايب بيلدر. كونتنت تايب بيلدر ده هنا اللي بتبدأ فيه تبني فيه الكوليكشن تايبس بتاعتك. على سبيل المثال احنا بيكون عندنا باي ديفولت الكوليكشن بتاع اليوزر اللي هو بتدخل فيه اليوزر نيم، الايميل، الباسورد، كل الاوبريشن بتاعت اللوجن والريجستريشن، فهو بيعملها لك على طول. حضرتك عايز تضيف مثلا كوليكشن للبروجكتس، للبرودكت، للبلوجز، وتبدأ تحط جواه الفيلد او الانبوتس اللي انت هتدخل فيها البلوجز او البرودكتس بتاعتك دي، تمام. طيب انا هنا كريت الكوليكشن بس وكريت الفيلد بتاع الكوليكشن ده. طيب هستخدم الحاجات دي ازاي؟ يعني هدخل مثلا اليوزر نيم ازاي؟ بيجي عندي حاجة اسمها الكونتنت مانجمنت او الكونتنت مانجر. انا هنا ما عنديش غير الكوليكشن الوحيد اللي عندي هو اليوزر، فمجرد ان انا هكرييت سواء من هنا او من هنا، ادوس في اي حتة عادي. هنا بيقول لي بقى خلاص انت عندك اكتر من حاجة. انت عندك مثلا اليوزر نيم، تقدر تدخل يوزر، تقدر تدخل مثلا الايميل، تقدر تدخل الباسورد، هو بيقول لك اتليست 6 حروف، تمام. تقدر تعمله كونفيرم، تقدر تعمله بلوك، تقدر تضيفه للرولز سواء هو بابليك او authenticated ايا يكن. وفي النهايه بتعمل سيف، بيتم حفظه في الكوليكشن بتاعك. لو انا دوست مره تانية على اليوزر بالشكل ده هتلاقي اهو اليوزر بتاعنا يوسف تركي، والايميل بتاعنا client1test.com، وهو كونفيرمد على طول. ممكن حضرتك تمسحه من هنا. طيب انا مش عايز ابدا ادخل الداتا من الداشبورد الخاصه بسترابي، لا، انا عايز ادخل الداتا من اليو اي اللي انا هجنريته من خلال الفرونت اند او من خلال النكست فريم ورك. طيب محتاج اول حاجه تعرفها هي الرولز بتاعتك. مسموح ان انت تشوف الاي بي اي اللي جايه من سترابي ولا لا؟ على سبيل المثال لو رحت هنا في السيتنج، رحت على الرولز، هتلاقي في حاجتين، حاجه اسمها authenticated وحاجه اسمها public. احنا هنركز على البابليك. طيب انت عايز تبص على مين؟ انت عايز تبص على الكوليكشن اللي كان اسمه يوزر. فانت لو نزلت بعينك كده هتلاقي في حاجه اسمها يوزرز بيرميشن، هتدوس عليها دوسه واحده هيبدا يفتح لك الاكورديون ده، وتشوف الاوثنتيكيتد او الاوثنتيكيشن بتاعتك في كل الاي بي اي اللي انت تقدر اللي انت تشوفها معمول عليه تشيك. يعني هو انت تقدر اللي انت تشوف الاي بي اي اللي جايه من هنا. طيب انا هممني ايه؟ انا هممني حاجتين دلوقتي، هممني اللوجن وهممني الريجستر. اللوجن اسمها هنا كول باك، هدوس دوسه واحده، دوسه كمان هلاقي الاند بوينت بتاعت الكول باك بدات تظهر لي عندي فوق هنا، وادي الميثودز بتاعتي عباره عن بوست. فانا المفروض ان انا بعد كده هتعامل مع الاي بي اي دي. نفس الكلام هنا مع الريجستر، هدوس دوسه التانية، نفس الفكره هنا هيبدا يظهر لي الاند بوينت بتاعتي. الاختلاف ما بين اللوجن والريجستر كلمه الريجستر بس الاخيره، تمام. وهنا بس قبل السلاش اي بي اي بتبدأ حضرتك تحط بقى البورت بتاعك اللي هو لوكال هوست كولون و1337، وتبدأ تحط بقى الاي بي اي بتاعتك. المرة الجاية ان شاء الله هنعرف نتعامل الكلام ده ازاي بس مع بوست مان.